مساء الفل. النهارده كنا انفردنا بخبر ان في عرض بمنتخب الكاميرون لمواجهه مصر في قطر. الماتش هيبقى في يونيو. منتخب الكاميرون عايز يلعب مصر في قطر. الشركه المنظمه يعني بتخطط ان مصر تكون موجوده بكامل نجومها، طبعا على راسهم محترفين طبعا مرموش وصلاح، ويلعبوا منتخب الكاميرون، منتخب ليه اسم كبير جدا، ويكون الماتش موجود في قطر، وهتكون ليله حلوه يعني. فده الخبر اللي احنا نشرنا تفاصيله النهارده، وهيكون طبعا في مبلغ مالي برضو لمنتخب مصر، والطيران والاقامه هتكون على الشركه المنظمه. يعني في الاول وفي الاخر هيكون مكسب كبير للاتحاد الكوره ومنتخب مصر فنيا طبعا. طيب، برد اتحاد الكوره طبعا موافق على الماتش وعايز يلعب الماتش، وشايف ان هو هيكون ماتش لذيذ وماتش كويس. كابتن حسام حسن والجهاز الفني منتخب مصر بيفضلوا ان يكون في منتخب، يعني لاعتبارات فنيه، يكون في منتخب اقل شويه من الكاميرون وماتش يتلعب في مصر. ده موقف الجهاز الفني، لكن لسه العرض موجود على طاوله الاتحاد وممكن كل شيء يتغير يعني. ولكن الموقف الحالي بشان ماتش الكاميرون اتحاد الكوره عايز يلعبه، الجهاز الفني عايز منتخبات اقل شويه، والماتشات تتلعب في مصر. طب ايه المنتخبات اللي اقل شويه بقى؟ انتوا ابحثوا كده سرشوا، في عروض لمنتخب مصر واتحاد الكوره ومنتخبات عربيه، منتخبات عربيه افريقيه، وتصنيف ثالث رابع كده يعني. في عروض لسه متوافقش عليها رسمي ولسه بتتناقش، لكن في عروض، وفي الاغلب انها هتكون دي الماتشات يعني. وفي مصر يعني لو ماتش الكاميرون اترفض، ده في الاغلب هيكون هنلاعب منتخبين، يعني في الاغلب هيكون منتخبات عربيه الوديات، وفي مصر هنا. طيب، بالنسبه بقى لاتحاد الكوره وموقف لعيبه الاهلي، اتحاد الكوره مش عايز مشكله مع الاهلي في معسكر يونيو. اتحاد الكوره مقرر انه مش هيحصل مشكله مع الاهلي، ولذلك هو عايز الجهاز الفني يلعب. لعيبه الاهلي بقى موجوده، ممكن لعيبه الاهلي تلعب اول ماتش وتمشي، ممكن لعيبه الاهلي تروح فتره بس في المعسكر وترجع يعني. وفي الاول وفي الاخر مش عايزين مشكله مع الاهلي، او مش عايزين حاجه يتعمل عليها حوارات، لان برضه الاهلي مسافر بطوله كبيره يعني. ويعني ممكن الموضوع يخلص بالكلام يعني وبالعلاقات الطيبه، لان كمان الاهلي هيلعب ماتش الافتتاح ومسافر يوم 10 او مسافر يوم 9 حاجه زي كده يعني. فبالتالي برضه الاهلي عنده مشكله في الوقت ومحتاج لعيبته تكون معاه. وفي الاول وفي الاخر المنتخب ممكن على فكره يلعب من غير لعيبه الاهلي، وما يعني كام لعيب يعني. هتلاقيه في الاول يعني ممكن هتقدر تكون منتخب يعني قوام 5 لعيبه، ممكن 4 لعيبه قوام طبعا، لكن ليهم بدايل في منتخب مصر، مش صلاح مثلا ومش مرموش، لا ليهم بدايل في منتخب مصر يعني. الجهاز الفني، لا الجهاز الفني عايز كل اللعيبه. الجهاز الفني عايز من 2 ل 9 يونيو، عايز اللعيبه بتاعته كلها في المعسكر، او من 2 ل 10 يونيو المعسكر، عايز اللعيبه كلها تكون معاه، مش عايز يسيب اي لعيبه يعني. وده ردا على موقف الاهلي في معسكر مارس، ان هو بعت اللعيبه يوم مع اول يوم معسكر قال لك انا ملتزم بالاجنده الدوليه. الجهاز الفني برده قال لك احنا برده هنلتزم بالاجنده الدوليه، وطالما عندنا ماتش سواء نلعب فيه وديات او لا، انا هاخد لعيبتي في الايام كلها. وده موضوع يعني مع الاهلي ومع اتحاد الكوره في نقاش يعني كبير جدا يعني، ومش هيكون في مشكله زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا، واكدت مش هيكون في مشكله ومش هيكون في حوارات. الموضوع هيخلص من بدري جدا بقرار من اتحاد الكوره.